السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ معكم أنور فراس فراس والضيف الجديد أبو محمود دياب. اليوم يا جماعة حنعمل دوريات يعني متتالية، كل جمعة حنعمل دوري سلسلة إيه. ولا تواخذونا يا جماعة، يعني شو غبنا كتير، صارت معنا مشاكل وهيك. اليوم يا جماعة حنحكي عن أفضل مسلسل سوري. شوفوا ها، ما باين زيادة. المهم هدول المسلسلات هلا حنعمل مثل قرعة ونتحدى، يعني خلينا نتحدى بعض. هلا كل مين راح يكتب المسلسل يلي هو يتوقع انه حيفوز، ويلا خلينا نبدأ. توقعكم شيء الورقة وطوية بدون ما نشوف يعني أي مسلسل؟ ايه لا تشوفوا لا ديروا الشك. اللي بحبه مثلا يلي تتوقع انه حيفوز. تتوقع انه هو حيفوز، حياخذ المرتبة الأولى. بس من هني موجودين بالقائمة. شوفوا هدول القائمة. أنا أتوقع نريد الحاجة. يلا طب رح نرجع لكم بس بينما يكتبوا كل مين نتوقعه ونرجع. مرحبا، السلام عليكم. شو هلا يا جماعة كتبنا كل مين توقعه وحطه بجيبته، حطه بجيبته، حطه بجيبته. المهم هلا حنبلش القرعة، حنبلش نعطي دياب أول شي، حيسحب 2، بعدين أنا، بعدين فراس من اليمين يعني. يلا حنسحب كل 2 سوا ونعمل مثل دوري 16، هون 8 وهون 8، ورح ننقي أول شي. ما تفهم شي صح 2. هات فرجيني اياه. اسحب واحد هاي 2 سحبت 3. أول واحد معنا مسلسلات غوار كلهم، يعني مثل عودة غوار، مقالب غوار، حمام الهنا، وصح النوم، ولسه في كون. هاي حطينا بهالجنب. والتاني ضيعة والله قوية يعني، ضيعة مع مسلسلات غوار، تخيلوا. نحط من هون ونحط من هون. هلا هنحط هيك، احنا نبلش من هون هيك ونحط هون. هلا انا رح اسحب يا جماعة، سحبت 2. شوف بيطلع معنا. بلاد الواق قريب على ضيعة فكرة. والخردة كمان والله حلوة يا. صار دوري يا شباب. اسحب واحدة، هات خرجينا. أنا بشوف هلا زمن البرغوث صار نساعد نحكي عليه، ولا فاهم ولا هذا الإنجليش. أيام شامية، مسلسلين حلوين وشامية، أجواء شامية يعني. أي أصحاب يعني كنت اليوم، متوقع يعني يطلع لي أنا زمن البرغوث بهالسحبة. أصحاب اليوم هات نشوف هنسحب 2 مباشرة. هاي 2. ليش حاطيهم فوق بعضهم؟ لك هات 3. لك هات أنا بقرأ. أنا بدي أقرأ. اسكت هلا، أنا اللي حقرأ لأنه أنا بالنص. شو صار معك؟ بقع الضوء. بقى الضوء وليالي الصالحية بعض عن بعض. هلا دوري بالسحب، هاي أول وحدة. أو جانتي مع مين بده يتحدى يا ترى؟ باب الحارة. حلو والله صعب يا جماعة، صعب والله صعب. أفشاب وأفشانتي. عيلة النجوم يعني كل أجزاء. والخصم 7 ولا التالي 5 يا أخواتي اللي هو صبايا. أوه ما زيادة، ما أصحاب آخر قناتين نازل. بدي أسحب. يلا ما يأسس. رجال العز. حلوة أيام شامية. يا سلام، حلو أنا. مرايا كله صغير. كله أهل الراية والهيبة. أنا قلت له الهيبة مسلسل مو سوري، مسلسل لبناني. قال لي لا سوري لبناني. أنا ما بعرف، اكتبوا لنا بالتعليقات السوري اللبناني ولا لا.
يا جماعة المسلسلات التحدي كتير قوي. هلا حنبلش مسلسلات غوار وضيعة شوي. مين يبلش؟ هلا هون أعطينا رأيك من مسلسلات غوار شو؟ يعني انت شو انه حلوة؟ يعني حلوة. شو عملت؟ انه اثرت بشعور الضحك عندك، شعور الحزن، باي شعور يعني. هي انا مسلسل غوار تبع شو اسمها؟ عودة غوار. عودة غوار. إيه كتير حلو بضحكني. بعنتر بيشبه بعنتر الحوت. طبعا انت اللي بيشبه. يا شو جماعة. رأيك انت؟ انا واحد بتختار هلا ضيعة ولا هلا خلينا نبدي غوار؟ رأينا بمسلسلات غوار. ضيعة. هلا مسلسلات غوار كان كتير تصوير قديم بس حلو. بس ايه حلوة بس. لا مو نحن- كله التصوير قديم. هلا عودة غوار مو قديم ايه كتير. بس الكاميرا كانت ما لا زيادة الضغط كاميرتها ما- حلوة. بس كان بوقتها كان حلوة في أحلى. بوقتها كان التلفزيون جديد هون عنا بسوريا. حتى الألوان جديدة صايرة. بس هلا انت عم تحكي قدام ضيعة. عم اقول لك بس هي ضايعة أحلى. أما أنت عم تسألني عن مسلسلات غوار. هلا انت عم تحكي عن جودة. هلا انت بس ترك الجودة. جودة. لا انت ترك جودة والبيس التصوير ولا هي. انت حط بمخك هلا الشعور شلون كان وقت حضرته انت هذا المسلسل وحضرت هذا المسلسل. طبعا مسلسل ضيعة كتير كان مضحك وأثر بالشعوب كتير. هلا العالم تتفرج يعني هلا حاليا وكتير حلو. انت شو رأيك؟ انا لا ضيعة للصراحة ما كتير بحبه. انا بحب مسلسلات غوار اكتر. انه مسلسلات غوار شلون يعني بدي لكم انه بتذكرنا مثلا بكون قاعد مثلا انا واهلي بتذكروا ايام زمان وبنضحك على المسلسلات وخاصة نصعد غوار وقت بيجي ضفدع. والله خلي عماك يصل لقبرص. ضايعة أحلى. يا لا، هم لا. لالي يا هم بتذكرني لالي. بأيام زمان. انا ايه. بدي عودة غوار. مسلسل أنا غوار. ضيعة. أنا ضايع. خلاص. مسلسل غوار يخسر. يخسر ويعني للأسف طلع أول شيء. هلا معنا بلاد الواقواق والخربة. والخربة. انا الصراحة خلاص انت جاوب. صراحة أنا الوق ما زيادة تفرجت له. أما الخربة متفرج له. هلا الخربة عبارة عن قبيلتين هن دروز بس. هي عبارة عن كلام السويد شلون حكيهم، وشلون عايشهم شلون وكذا. عيشتهم، شلون بيحكوا، شلون طريقتهم. بس كمان كتير كان حلو ومضحك خصيصا وقت خصوصي لما بيعلق بالكهرباء اللي هو ما عم يفلتني. خصيصا وقت رشيد دعسوف وقت بيسمع شي ما بيعجبه البطارية غيروا له. هلا قل لي دياب انت انا مسلسل بتختار الخربة أما ولا بلاد الواقواق كان عبارة عن إنه غرقوا بالبحر مدري شلون وصلوا لجزيرة مهجورة ورشيد عساف بالأخير معه بارودتين. هو في قبطان اللي هو باسم ياخوه بيعملوا مثل مظبوط. انا ماني متابع. ما بعرف أي مرة ما بتذكره. إنه بصيروا بيعملوا إنه مثل جيش لحالهم بصيروا بيهربوا العالم من رشيد عساف وبيتركوه بالأخير بالجزيرة إنه هو ضابط. والمسلسل كتير كمان مضحك بس نحن عم نحكي قدام الخربة. مظبوط. خربة أحلى إنه أنا مضحك كدراما وكضحك يخليك تنبسط. انا كرأيي تمتع الجو. بعدين لا تنسوا دريد لحام فيه هيك. ورشيد عساف. هلا انا لا لو الصراحة إذا لا بتاخذوا دورين تابعتها. اللحام كانت نجحت مسلسلات غوار. كمان حلو. بس نحن عم نحكي شو معناته إنه هذا أحلى ولا هو. طب خلينا
أنا ما التصويت. بديت رأيي كأنه يلا جينا. انت بتقول انه لا هاد تابعته ولا هاد تابعته. مظبوط، بس ما لازم نقي. إيه، يلا هلا على التصويت. خلاص الغربة. الغربة. انت خربة. وانا الغربة. طلع بقى بلاد وقوف مع انه حلوة. ما حبيته. وتأهل الغربة هلا للنصف النهائي. لا شو أقوى مسلسلين زمن البرغوث. أيام شامية. ايام شامية. شو كان اسمه؟ مو معلم أنا عنه. زمان شيت الشوارع وما شوارع. محمود. ايوه. يروحوا الشوارع. معلش بلش يلا. أنا زمان البرغوث هلا بتابعه، يعني على اليوتيوب هيك كل ما يكون دايق خلق بقى بتفرج على زمان البرغوث، لأنه كتير فيه شغلات، يعني فيه شغلات حلوة فيه شغلات حزينة، يعني بتعبر عن الضحك بتعبر عن الحزن، خاصة أبو نجيب. هلا انا بصراحة ما بحب زيادة زمن البرغوث، بس وقت نقول ابن نجيب خذوا جيب. هات رأيك. في دورات نجيب موجود هون. رأيي إنه هلا أنا أيام شامية ما تابعت زيادة كمان. هو حلو بس ما أما بحب. زمان البرغوث كله حلوة. أخذ جائزة زمن البرغوث أول ما طلع. انا متابعة لأيام شامية بس ما بتذكر كتير تفاصيل. مشان هيك هلا بيجوز لو متابعينه يكون خياري غير هيك. لا انا متابعة بس ما بتذكر تفاصيله انه كتير قديم. آه. يلا هلا التصويت شو؟ أنا زمن البرغوث. زمن البرغوث. خسر أيام شامية كمان زمن البرغوث. زمان. يلا هاي طالعنا زمن البرغوث وتأهل. أيام طالعنا شامية أيام شامية. تأهل زمن البرغوث للنصف النهائي. هلا ليالي الصالحية بقى الضوء، وبقعة ضوء. طبعا بعض عن بعض كتير ما بس اثنين قويين. كتير. ايه هلا دورنا عندها. هلا ليالي الصالحية كان حلو كأيام قديمة. كأيام شامية. ايه وكأن كأخوة ك بيساعد الناس هي انه صار. يعني اكل حقه وضله قوي، معلم عمر. ما ضل انه يخون او معامل هي ضله قوي وما ساعد يعني. هي القصة عن المعلم عمر. يعني كانت شلون معاملة ابن عمه معه، شلون هو معاملته مع ابن عمه. ما هيك؟ هيك مظبوط. يعني. إيه، وبالأخير بيغيروا لابن عمه بيعطيه أرضه وبيعطيه. برجع له كل شيء. هلا هي عبارة عن قصة. هو ما دل بعطاه اي شيء بده اياه، بس قال له لا تقرب على الامانه وانا مستعد اعطيك اي شيء. هلا هي عبارة عن قصة كاملة. أما بقعة ضوء كل يوم بيعطوك قصة، كل يوم بيعطوك كل يوم عباره. هلا هذا الشيء طبعا قصة أحلى ما شو. هي عباره احيانا بتكون قصه واحيانا بتكون عن عبارة. ضحك، عن يعني انه بيغيروا لك الجو، بتحس انت تنبسط معهم، انه بتقعد تندمج. تتفرج تندمج ايه تنسى اللي ببالك. هلا تصويت لأنه ما بصير. ليالي الصالحية. لا الصالحية. يا صراحه هذا بالنسبة الأول. بقعة ضوء طلع وللأسف الشديد مع يعني. انه هو مسلسل حلو بس ليالي الصالحية احلى. طبعا ليالي الصالحية إنه قصة. هلا أبو جانتي وباب الحارة. هلا باب الحارة حبلش انا. باب الحارة اولا كان حلو، بس وقت قطعوا الجزء السابع السادس. السادس ولا السابع السادس وقت بيموت الواوي. وقت بيموت البابا صار كتير بايخ. بايخ وممل. صار للضحك وبس وللمسخره. وحتى لما قاموا معتز وحطوا غيره، ولما قاموا سامر المصري اللي هو عقيد الحارة، وحتى كانوا بدهم يقيموا عباس النوري. يعني هو ايه بيصاب. بلش المسلسل يبيخ. يعني يبيت مثل سندويشة شلون بتبيت. طفت الكهرباء. ايه يا جماعة بس تسجل الكاميرا. يا جماعة كنا عن رأي دياب إنه مسلسل بيبيت. مدري شو كنت عم تقول. كيف؟ انه باط مو بيبيت.
عن حق. لما طلعوا الأبطال شاتوا بات المسلسل غليس. غليظ انه من الاساس لازم بلش هو اللي لازم يكمل. هلا اذا بتلاحظوا يا جماعه اعطى بهجه، انه ابو شهاب كان عاطي بهجه، انه من الحارة كان اثبت انه هو عقيد الحارة. هلا اذا بتلاحظوا يا جماعه على اليوتيوب اول ما بتفوتوا، يعني مو كل ايام بس، اخطاء باب الحاره، اخطاء باب الحاره، اخطاء عوده ابو شهاب بالجزء التالي، عوده مزبوط. هلا هي حتى صار بس خلاص شغلته. سامر المصري حكى عليها هي، انه المسلسل قائم انه على عودة ابو شهاب، انا ما راح ارجع. ما حقرجع. هو عم يجيب مشاهدات، العالم عم تفكر انه حيرجع ابو شهاب، لفوت تابع، لفوت لشوف شلون حيرجع، هيك العالم عم تفكر. مثل وقت قال بدي يمثل بوالد زي او، يقولوا بده يمثل، ها بلش المسلسل، ها بلش المسلسل، مو مثل لسه ما بلش. صار لك يقولوا صار 3 سنين يمكن. بس حيمثل اكيد. وامتى؟ وفي بعد ما يموت. وسام المصري كمان حكى عن اخطاء باب الحارة. اذا بتلاحظوا عصام لابس جينز، ليش؟ لانه بات المسلسل العالم ما عاد تهتموا له. ايوه انه خلص اعتبروه كمصلحة، بس انه جايين يشتغلوا شغلهم ويروحوا. ما عاد تهتموا كهواية مثل اول، انه نحن مبسوطين بهالتمثيل. حتى محمد قنوع اللي هو ابو سليم ايه صغر ولا عصام قال انه انا ما مثلت لاني حبيت المسلسل، انه هي بالنهاية مصلحتنا بس مشان هيك. رأيك؟ انا ابو جانتي لا باب الحارة صار كتير قديم، انا حكيت رأيي انا هذا قبل ما تحكي الكلام. اكيد ابو جانتي. وبجانتي طبعا كتير كان حلو. ابو جانتي كثير حلو ايه. وعلى طول كان يغني وضحك اما بالجزء الاول الثاني كمان حلو، بس الجزء الاول اعطى بهجة اكتر واحلى. هلا انت شو بتنقي؟ ابو جانتي. ابو جانتي. وانت؟ ابو جانتي. وانا ابو جانتي. واول حارة طلع نتفق سوا. ابو جانتي. انا كتير عم نتفق سوا. عيلة النجوم وصبايا كتير، لا المنافسة مو كتير قوية، ولا شو بتقول؟ لا عادي، هي هذا بجهة وهذا بجهة. هلا عيلة النجوم هي عبارة مثل فندق بديت، وأم أحمد طلعت. لا مو فندق، بيت، هن البيت إلهم. انه هي بس عندها اسهم وشركة وهيك شغلات، انه هي بدها تساوي شركة. هي عندها شركة. هي مثل فندق، بيتها مثل فندق. هي بيت سبع نجوم. إنه اللهم صل على النبي. إنه انا ما عم بحكي على السبعة، على الخمسة انا عم بحكي. أول خمسة ولا السبعة؟ أول جزء. أنا عم بحكي على أول جزء. في عائلة نجمة واحدة وفي عائلة نجمتين. هلا هو بالنهاية حلو. المهم هو بالنهاية كتير كان حلو وضحك كل الأجزاء. هو مسلسل كوميدي يعتبر ولا شو ما له قصة. أما صبايا هي عبارة عن 7 بنات يمكن بالجامعة، وكتير واحدة منهم غبية على أساس ما زيادة كتير حلو. هو كوميديا كمان بس ما له شعبية. ايه لا شو بتنقوا؟ 7 نجوم. 7 نجوم. عادي نجوم. عادي نجوم يعني. صبايا بيطلع طبعا، أنا متوقع إنه يطلع أول شي، إنه بأول دوري. هلا حننتقل على رجال العز ومرايا. مرايا يتحدث كل مرة شكل، بيعطيك إنه عبارات. بيعطيك مثلا حلقة مثلا بتضحك، حلقة فيها عبرة، بس حلقة بيعطيك فهم. ايوه. هلا هو عبارة، لو كان في ضحك ومزح حلو بس بيعطيك فهم. هلا هو عبارة عن المسلسل بالأصل انكتب إنه يعطيك نحن شلون عايشين وشلون حياة المسؤولين وشلون بس بعبارة عن ضحك مشان ما يصير مشاكل وهيك شي. أما نحن عم نحكي أما رجال العز هو عبارة عن عبود إنه أيام شلون ظلم، قديمة. وهو أيام شامية كمان بس حلوة. ايه حلو. حلوة مثلا وقت تنكشف كيف انظلم ظلم ورجعوه بعد سنين طويل، تحمل وضل يساعدهم وما استغنى عنهم. مع إنه هو توعد له.
وتوعد له بس ما ترك الحارة لو توعد له بالساعة. هلا نحن شلون تصويت؟ رجال العزم. ما مرايا. رجال العز للأسف طلع يا جماعة، بس مرايا طبعا. أهل الراية والهيبة. أهل الراي. طبعا أهل أنا الراية. الهيبة ما حبيته. ولا حبيت أنا. بس أول جزء تبع اسمع. لا. هدي حناش. وين الحنش بالموضوع؟ ما بقول هدي حنش. ما بعرف. بيقولها بغير. أنا ما شفت هدي والله. حناش. يا جماعة الهيبة سوري لبناني، أنا ما أحب الاختلاط صراحة. المسلسلات اللبنانية نهائيا ما أحبها. يعني عاملين فخياه. هلا هو الممثلين كلهم سوريين. بس تمثيله بلبنان. وبصراحة يعني فيك تقول سوري الممثل. حتى محتوى المسلسل ما زيادة. هو كان أحلى جزء كان أول جزء. بس أنا ما فرشت له. أما أهل الراية أجواء شامية وكان أحلى، يعني إذا بتحطه قدام باب الحارة أو قدام زمن البرغوث طبعا أحلى طبعا. ما بالنهاية هلا أنا أحلى. برأيي أهل الراية أحلى من الهيبة، ما عم أقول إنه أحلى من إيش. زمان البرغوث أحلى. أهل زمن الراية البرغوث هي عبارة أحلى. عن رضا الحر، شلون بينظلم ولا ما بينظلم هاي. بيقوس ضابط بالجيش، قبل ما أنا بيروح على بقول السجن، ايه عرفته. بيرد بيجوا بيفزعوا له شباب. ايه ايه بيطلعوا وقت بنقولنا عم ينقلوا على القلعة بيجمعوا عليهم بهي. بيرد يعني تقريبا بيمسكهم واحد مثل وقت طلع وضاح، وقت شو اسمه، وقت نقلوهم على القلعة الثانية، وقت توضاح مع الأساس ما إيه كانوا عم ينقلوا، عم يجوا سوار وشو اسمه حرروا. إيه تقريبا هو يعني نفس الشكل يعني تقريبا. وهذا أول ما يفوت على السجن يمكن بيقتل هذا اللي بيتحرش بأمه. شو كان اسمه؟ معلمه. معلمه ايه، بس شو اسمه هو كمان؟ ما بعرف. ما بيقتلوا دغري. انت شو بتنقي؟ أهل الراية. أهل الراية. الهيبة أكيد بدها تطلع يعني بصراحة. أنا كل شي ما بحبه بيطلع. أهل الراية هو. يا جماعة هلا انتقلنا على الدوري النصف النهائي اللي هو كمان أول تحدي راح يكون بين ضيعة وزمن البرغوث. هلا يا جماعة زمن البرغوث أيام شامية، وهذا ضيعة لحاله. من دون نقاش ومن دون تعبير عن الرأي زمن البرغوث. ضيعة. ليش ضيعة؟ هيك أنا مرائي. زمن البرغوث بيطلع هذا تعبيري. ضيعة. لا ايش بيسموه هذه ربع النهائي، هاي النصف النهائي. هلا هون في الليالي الصالحية والخردة، ما كتير زيادة قوي. الليالي الصالحية أنا بقول. أنا ناس كأنه كتير. ما هلا نقينا ناس. لا أنا بقول ليالي الصالحية. وانت؟ ليالي الصالحية. ليالي الصالحية. خردة بتطلع. هلا أبو جانتي ومرايا كتير أول. أنا بقول أبو جانتي. مرايا. والله صعب. اللي هون في سامي المصري وهون في ياسر العظمي. صعب نهائيا، يعني كتير صعب. يلا نقي. جد شيء بالنسبة لي هن حلو سامي المصري، بس مو مثل ياسر العظمي. انت نقيت أبو جانتي. مرايا. انت أنا أبو جانتي. يا الله لك انت حسبتوني. يلا أبو جانتي. دقيت القلب تبع إنه تبع الصفي. أنا نقيت أبو جانتي. مرايا أحلى. أخي لا تقنعني. حطه أهل الرأي وعيلة النجوم. أنا أبو هلا بصراحة عائلة نجوم. عائلة النجوم. أهل الرأي.
يعني طلع إبراهيم. شو عم تستفيد؟ يعني ما راح نقي قوي، بس انه انا عم بحكي بالنسبة لي. هلا وصلنا للنصف النهائي. اول تحدي معنا ضياع او ابو جانتي. أنا بقول أبجانتي. ابو جانتي. انا ضياع. ابو جانتي. ابو جانتي. لك قال أبجانتي. حيفوتني. حياة النجوم وليالي الصباحية. أنا بقول ليالي الصالحية. وانا ليالي الصباحية. هذا ما ضروري. ليالي صح. صفى أبو جانتي وليالي الصالحية. ابو جانتي. ابو جانتي. خلاص أبو جانتي الرابع. قولي هلا بدنا أنا نطالع. بقول إنك خسران أنا. هلا هون في ابو جانتي معنا الفائز. ابو جانتي يعني هذا يعتبر جائزة كأس العالم، كأس آسيا 16. هلا نشوف شو الاحتمالات. ورقتك دياب أنت أول واحد. انت اول واحد، يلا انت اللي جماعة الخير شوف الورقة قديش مكبرة. ضياع انت أنت كمان ضياع. ما زمن البرغوث. اول عقاب لك. لا أول عقاب إليه. نحن اخر شيء طلعنا لا شو هو العقاب؟ شو تتفق؟ ليش عقاب له؟ لانه هو طلع اول واحد. المسلسل طلع اول واحد، نحن طلعنا بالاخير. ايه تمام. شو بتحب تعاقبه؟ نسرق له جواله. شو؟ هذا جوال. يا جماعة شو بدنا نعرفه؟ قالوا 5 كوب. لا شو هيك هيك شيء. ما بيلقى مني. إيده أدى العظمة عليه الحلال إيده. يا جماعة صورني مقلب ما نزلته، إن شاء الله بنزله، نسيته. عاد خبطته كف نظامي، يعني إنه قاعد أنا عم بدرس جايبك لتسليني، بتقعد اللي محيت القناة. ما هو محاها الأجداد بعدين رجعها. لا أنا عملت سوفت وير للجوال ورجعت القناة. بس محاها يعني إجا قال لي محيتها ثاني يوم قال لي جبتها. لأنه ما دغري دخلت على الحساب. كنت هلا هاي المهم شو العقاب؟ شو العقاب؟ شو العقاب؟ ما عندي نخش لك إيدك بالقلم. شو؟ أعطيني 3 خيارات وبنقي واحد منهم. شو بدك يلا. يلا. بفكر جمهورية. انا بحط قلم باصابيعه وبفرك الوسط. شو؟ حتى أنا شو؟ بين اصابيعها. آه. وصل اصابيعها. أنت. شو بتعمل؟ حط له قلم. أنا أوه. وأنت. تركض من هاللاعبين. شو؟ رجع من هاللاعبين. شو؟ من هاللاعبين. لا لا يوفقك إلهي. لا هي لا، ما من ضمن التصوير، إنه ما بتقدر تصور. شو بدنا نصور يا بدك جماعة؟ تهلكني أنت. بدون ما يتعذب. أنا بصراحة لك دي مساطر يعني على إيده مثل المدرسة. لا بس ما ملاقي شو حق. بارد. ما دخل. بس ما متذكر وين حاطط فيه خشبة. هلا ضيق شوي. القلم موجود. هلا أنت قلم وأنت. لسه. طيب أعطينا. واحدة دعمية. بس مو يكونوا كتير جهنمية. بحملك من سوالفة. لا. سوالفي من اذنين. أوه. ايه بطلع على الصوفة برفعك وبعد. لا غيرها. انت حتختار. انا حطيت اللي عندي هيك انت نظام. وانت ساوية شطة اكل شطة. لا ما عاد عنده دول اثنين ما راح يعملوا. أنا كمان مثله. عندي كمان بس قلمين. شو؟ لا ما هيك ما بصير هيك. كنت كسروا لي اصابع. طيب تعرف اللي عندي. لا اللي عنده هو اللي شو تعرف لنا تختاره. تنزل تقول أنا مجهول أنا شحات. بس لا
لا شغلات هلا بتصير. هون كل عام تعرف أبي تعرفنا راح يقولوا لأبي على يلا. شنو والله شغلة هيك روح تغلط. اضرب ابوك. لا لا ما بعرف. لا يعني انه انا بس يعني أنا ما بسترجي اطلع بعيونه لحتى اضربه بكف. اصلي هذا والله هذا الحكي. مهم. طيب رح اقول لك رأيي وانت بدنا نفهم. لا تقول لي بحطوا 4 أقلام هون 4 بس. شو الهيا؟ نرفع فلا. لا فلقة شوي فلقة لك عقوبات قاسية. ايه انا جد ما كنتك هو وما دخل أخي. انا يقال 10 ضغط. 10 ايه قبلهم. لا دقيقة شو 10 حجي. انا صراحة ولا لا لانه 20 لا دقيقة وقف 25 لا دقيقة وقف شو 100 لغيناها. لا ثانية ما لغيت انا عجبني لانه وقفته على القلم حطيت 10 ضغط ما كملت انا استحكي. يطلع انور فوقها. شو نطلع؟ لا. انت عم تعمل الضغط. 20 خليها 10 بدك تطلع على ظهري. 20 خليها 10 انك بدك أنا تطلع ما على ظهري. على ظهرك وقوف. ايه واقف. العقاب الي ولا إله؟ انت توقف. انت بس حتوقف على ظهري. 20 10 20 شو رأيه مو رأيي. ضيق شوي. شو مفكرني رجل آني سوبرمان مفكرني هذا. بس اذا ما عملوا. اذا ما عملتهم بيضربني كيف؟ لا تكفوا لا اذا ما عملته بدنا نحملك من اذنين. اخي قبله والله بس يعني. 10 بس 10 ضغط وانت واقف على 15 يلا. 10 ضغط. نقسم البيضة بالنص. 15 10 ما بحسن نساوي 15 اخي 12 12 يلا. خلينا استوى ضغط. هنيك كان انا اسند على همين. هو بيسندك صراحة النبي أطول من الليلة. يلا فصين. يلا ها ثبت بس الوضع منيح. يا جماعة هلا ها ليك ولا والعقاب يا جماعة إذا سوينا إن هي القلم والله عقاب أول أي والله أحسن ولا أي إلك اللي مجتهد يلا وين الله عليك يا قيصر يا مايسترو يلا وقف. اصحى فعليا 12 يلا نظامياتك تعملهم شغل. ليش هيك ركبك نازلين على الارض؟ واقف فوق وين؟ أنا بدي وقف ما بصير هيك هون بدك توقف. وين ما بده وقف. واقف لي فوق هون على رقبتي خلصت يلا والله مش أنا أروح طلع اصلي والله فكرت والله غيره. لك ما هون. غير الرأي ما بدك عود ضغط. على عود قاعد. ما بدك ضغط ما بدك. تعال اخي بحملك حمله من قدامك خلصت ما القصة. بدي من اذاني. انت تتحمل ارفعك من اذانك هيك. ما رافعه من اذانه على فكره رافعه من راسه. شوفوا ها ما تخلع له راسه. طيب حط القلم باصابعك خلصت القصة. ها لا ما انت هو. لا ما ببغى. أصلي شو اصلي لا شد داير شوي. بتحنوا لبعض. لا شو حنو ما عنكن اسود. الله يحنو على الوطن لك هذا كثير يعني بالمرة هذا القلم ضخم يلا ما بدك تحطه هون بس والله كذاب. والله صيقة كذا هالقد تخرطي. هو تعال الربا. هو تعال الربا. هو بيكبسها. لك تعال الربا انت. هو بيكبس ايدك. انت بتشربها. لك هو بيكبسها. لا، أنا بدي لا أكبسها. انت ما بدي. لا انا ما هو كبس لك اياها. وانا بقبل يكبس لي اياها. ها صورنا نشوف صور ما أنا يعني لا اخذتها. ما أنه ما لازم هناك قبل لا
بده يقويها، والله اذا ما بتقويها يا انور. انا ما انت جربها، وقف دقيقة. انت شو قلت؟ يعني شو بتصير؟ ايوه انت جربها، كل وجع نفسها. ما بدي بعدين بس احكي. يصير دوري باكل. شو بتاكل؟ انت بس يصير دوره انتقم منه. منطقة. خلاص فيديو الجاي نرجع لكم. طفي. هلا هيك وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا تعملوا لنا لايك. يا جماعة لحد أنوار ثروة وطنية. هدي 500 ليرة سورية. شلون تطلع لي على البيت؟ حلوة ما بهاش. هيك طاوية بالموز. شلون اطوي لك اياها بالعرض؟ بين طالع لونها على الجو. يا جماعة لا تنسوا تعملوا لايك لايك. اشتراك. وصلنا الفيديو هذا مليون ما لايك. شو بدنا نطول فيه جاي. لا تنسوا لايك، تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس. يوتيوب فيسبوك اكتبوا لنا بالتعليقات. ماسنجر. اكتبوا لنا بالتعليقات دوري 16 من عندكم. ونحن عم نعمل قرعة. نحن كنا افهم حكي شوي. لأنه سلسلة هي. نحن عملنا سلسلة، أنا كتبتهم كلهم وتعذب فيهم. صار لي 4 جماعة عم بترجعهم يلا هذا اللي عندي شغل، هذا اللي ليش ما مدري شو، هذا اللي لقيت لك واحد، هذا اللي مدري شو، هذا اللي من قبل بيوم. هلا هون الحمد لله زبطت يا جماعة. المرة الجاية رح في يعني لسه في مسلسلات تركية، في انمي سبيستون، في افضل شارع هدول دوري 32، في كمان افضل اكلة شامية، افضل نشيد، افضل شكرا موقع تواصل اجتماعي، وفي كتير شغلات يعني لسه. افضل دوري، لا افضل. خلص انتوا خلص هلا عرفتوا السيرة. السلسلة. يلا والى لقاء.